أتعرفون ذاك النوع من الناس الذي يخسر المباراة ثم يخرج للناس صارخا: لقد انتصرنا تكتيكيا. يعني خسر النتيجة لكنه ربح الخيال. خسر النتيجة لكنه ربح الخيال. العالم كله يصفق لنجاح الحق ويشهد بفشل الباطل، وهو بكل ثقة أسطورية يقف وحده ضد الكوكب بأسره، يقول: أنتم جميعا على خطأ وأنا وحدي الصواب. يا للعظمة! يعيش بطولة من ورق يحارب طواحين الهواء، ثم يعود إلى البيت رافعا الرأس يقول لزوجته: لقد لقنتهم درسا، لقد لقنتهم درسا. وإذا سألته: من هم؟ قال: العالم بأسره. تخيل، العالم بأسره. أجل العالم بأسره تآمر عليه، الخرائط تكذب، الأخبار مزيفة، والأقمار الصناعية تتآمر. هذا هو فكر من يحكم الجزائر. عجيب أمر الإنسان حين يكره الحقيقة يخسر، ثم يخترع رواية ترضي كبرياءه، يكذب على نفسه ويصفق لوهمه ويعيش البطولة في مسرح لا جمهور فيه. لكن أخطر ما في الأمر أن الكذب حين يكرر يبدأ صاحبه في تصديقه، فيصبح الباطل عنده حقا، ويصبح الخطأ عنده شرفا، ويصبح هو البطل الوحيد في فيلم لم ينتج بعد. وفي النهاية حين يرى الجميع الحقيقة جلية كالشمس، تجده ينظر إليهم بغرور ويقول بثقة منقطعة النظير: أنتم لا تفهمون، لقد كانت خطة، لقد كانت خطة. نعم، خطة الفشل العظيم. نعم، خطة الفشل العظيم. وهكذا يبقى الحق منتصرا، ويبقى بعضهم يعيش البطولة في خياله ويمنح وسام الشجاعة في إنكار الواقع. هذا هو ديدن السياسيين في الجزائر والمحللين والإعلاميين، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. سلام.